بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنين. اليوم بإذن الله من وصفات الصراحة ندير لكم فطيرة التفاح والكراميل بشكل جديد وبنة ولا أروع. بسم الله على بركة الله. نبداكم بالمقادير. اول حاجه انا برك حندير في مول دائري فيه 28 سنتيم ومكونات قليله. بسم الله. شوفوا، نحتاج اول حاجه 2 بيضات، ونحتاج ثاني 2 حبات فرماج. شوفوا، من الاحسن تكون نوعيه مليحه تاع فرماج. كل ما درتوا نوعيه مليحه كل ما راح تعطيكم بنه اكثر واكثر. ونحتاج كيس غير اصبع سكر حبيبات. الكيس هذا اللي يرفد 240 مليلتر. ونحتاج ثاني المغرفة كبيرة صوص كراميل هذا تاع القرعة. والله تقدروا تستعملوا هذاك تاع الساشي اللي يجي في الفلان، تقدروا ثاني تستعملوه نفس الذوق ونفس حتعطيكم نفس الذوق تاع الكيكة هذه نحن نخدموها. شوفوا، نحكم هذه المكونات اللي ذكرتهم لكم: بيض، السكر، الفرماج وصوص كراميل. نخلطهم لازم مليحة، من الأحسن تخلطوهم بفوي ولا فرشيطة بهذاك الفرماج يتخلط مليح مع كامل المكونات. بعد ما خلطتهم مليح جبت ضفت ربع كيس تاع زيت وكيس تاع حليب، وزيدوا خلطوه بالملعقه هكذا ولا فوي ولا بلا باتور، راح تخرج لكم بونجه الوصفه. بعد ما زدت خلطتهم مليح ضفت 7 مغارف كبار تاع فرينه معمرين مليح، بومبيه معمرين مليح، ومغرفه تاع وصاشي تاع خميره. نحكم هاد المكونات نخلطهم مليح، لازم حتى وين ما يبقاوليش كويرات. كي كملت خلطت الكيكه تاعي لازم تكملوا به تقطعوا التفاح. عندي 4 حبات تفاح يكونوا متوسطين، قشرتهم ونحيت لهم هذوك البذور من داخل مليح، وجبت قطعتهم مكعبات صغيره، ما تكبروهمش هذوك المكعبات. نظن يعني اني موضحه كيف راني نقطع فيهم. المهم كل شيء 4 حبات. انا حطيت في الاول الله اعلم 1.5 حبه والله، زدت كملت هذو. شوفوا، بعد ما فرغت هذاك التفاح حركته مليح، خلطوه مليح. شوفوا، لازم التفاح تاخدموه تزربوا، كي تعودوا تقطعوا فيه تزربوا تحطوه في الكيكات تاعكم ليه به ما يسودش. من جهه اخرى جبت المول اللي عندي فرشته بورق الطهي. هنا ضروري ورق الطهي به ما تلصق لكمش. فرشته كما قلت لكم. المول فيه 28 سنتيم. فرغت الخليط تاعي كامل ودخلته للفرن. حكمت لي في الطياب 35 دقيقه من تحت، وزدت شعلت لها من فوق قيس ما حمارت لي. هنا كي طابت شوفوا نحيتها ديريكت، لوحد ديريكت السكين وقلبتها ليه. انا هني زربت نحيتها لخاطركش ليه اي حاجه سخونه كديروها في بلاطو نحيوها من الفور. بالنسبه للمخبوزات كوما تنحيوهاش تعرق لكم من تحت. هنا هاي بعد ما قلبتها ونحيت ورق الطهي راح يتنحى بكل سهوله. كي تبداو تنحيو في ورق الطهي برك سيسوها، لخاطرش كل حاجه اي حاجه تكون سخونه تتفتت. شغل في اللوك تعود سخونه كوما تسيسيهاش راح تتفتت لك بشويه برك حتى يتنحى ورق الطهي كامل. بعد ما نحيت ورق الطهي عاودت قلبتها من الجهه كما نقولوا الجهه التحتانيه. راح نخلي هذاك هو الشكل الفوقاني. شوفوا، بالنسبه للتقديم درت لها انا كراميل. تقدروا ديروا ثاني سكر كلاصي. التزيين هنا نتوما كيما تحبوا تزينوها زينوها. حنايا حبيناها تكون شويه مشربه بالكراميل، درنا كثرت انا الكراميل. اللي يحب يزيدها بحلاوه تكون شويه حلوه ما اكثر يزيد يدير شويه سكر كلاص. المهم حبيباتي، هذا هو فيديو لنهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش تخليوا لي تعليقاتكم. يلا حبيباتي، مع السلامه في الفيديو القادم باذن الله.